السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب دايما، اللهم امين. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بطريقة سهلة جدا واقتصادية جدا جدا. يلا بينا نشوف المقادير. اول حاجة هنشوف مقادير العجينة بتاعة الحواوشي ونشوف المقادير مع بعض. هنا معايا 7 كوبايات من الدقيق، ما يعادل كيلو دقيقة. معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار زيت، ومعلقة كبيرة ملح، وكوبايتين مية. كوبايتين ونص، فهي المفترض ان هي تكون كوبايتين ونص، ولكن احنا هنستعمل كوبايتين الاول مية فترة، واذا احتاجنا النص هنضيفه، ما احتاجناهوش خلاص على حسب نوع الدقيق اللي معانا. تمام كده. هنا انا دوبت الخميرة مع معلقتين من السكر وشوية مية، ودوبتهم كويس جدا مع بعض، وضفت معلقة الملح، وبدأت طبعا أقلب في الدقيق كله مع بعضه مع الملح، ونزلت عليهم الخميرة، وبدأت أضيف المية. حطيت نص الكوباية المية اللي موجود، وبدأت أعجن واحدة واحدة. طبعا هو لسه الدقيق طبعا محتاج مية تاني، فأنا بفضي تاني في الكوباية، والمية تكون فترة يا جماعة. بتعامل مع العجينة واحدة واحدة على حسب هي ما تاخد من المية بفضلها. هي احتاجت طبعا دي تاني كوباية، بفضيها يعني واحدة واحدة. مش هتعامل معاها ان انا ادلق المية كلها مرة واحدة عليها، لا طبعا بفضيها واحدة واحدة. وهنا طبعا بفضي برضو في الكوباية تاني مية، بس مش هستعملها كلها، على حسب ما الدقيق ياخد معايا. انا فضيت اهوت شوية مية وابتدي الت في العجينة، المها كلها في بعض، اشرب العجينة كلها من المية اللي انا ضيفاها واحدة واحدة، علشان خاطر ما ادلقش المية مرة واحدة والاقيها العجينة ساحت مني، فاستعملها واحدة واحدة. هبتدي الت بقى كويس قوي في العجين. طبعا العجينة ديت محتاجة عجن كويس جدا. اهي العجينة بدأت تمسك كلها ببعضها خلاص، وتشرب الدقيق، تشرب المية كلها. فهاخدها على الرخامة وهعجنها عجنة محترمة. بصوا يا جماعة، الحركة دي بتظهر العرق جامد في العجينة، ان انت تاخدي العجينة وتضربيها كده على الرخامة. دي بتقوي العرق في العجينة كويس جدا. طبعا مع اللت طبعا المستمر بيبقى كويس جدا. العجينة بتعمل معاكي عرق كويس قوي في العجينة. هنا بضيف شوية الزيت. بس طبعا انا هشوف العجينة اذا كانت خلاص عامت عرق معايا. طبعا انا بشوفها ان انا بمط العجين كده، بشوفها لسه بتقطع مني، يبقى عايزة تتعجن شوية كمان. عاملة عرق وعاملة زي المطاط كده معايا، يبقى كده خلاص اتعجنت كويس. بفضل اعجن فيها لغاية لما احس ان هي ما بتتقطعش. لو بتتقطع بسهولة مني، يبقى هي لسه عايزة عجن تاني يا جماعة. خلاص انا عجنتها كويس جدا من ورا الكاميرا، عجنتها كويس جدا جدا على الرخامه، ودلوقتي بغطيها واسيبها تهدى شويه. هنا انا دهنت الصينيه زيت، وبدات ان انا اشكل العجينه. عملت كل رغيف كورتين من العجين، ولازم يكون الكورتين قد بعض. يعني انا بعمله دلوقتي الرغيف اللي هو الوسط خلاص. فالرغيف الواحد بياخد كورتين من العجين، لازم يكونوا الاتنين قد بعض بالظبط. شوفوا هي قد كف ايدي، يعني ما شاء الله هيطلع رغيف وسط، له صغير وله كبير جدا. لا هو كده رغيف مشبع جدا، ويعني مشبع حلو جدا، يعني هيكفي ما شاء الله فردين مش فرد واحد. انا هنا عملت 5 ارغفة، يعني 10 كرات. وبدهنهم طبعا مسحة زيت كده على وشهم عشان ما يشققش. ولازم اكون حريصة جدا يا جماعة عشان الرغيف ما يشققش، لازم يكون مدهون. اي مادة دهنية عندك طبعا لازم يكون زيت طبعا. وبغطيهم بالاسترتش راب برضو خلاص، واركنهم شويه على جنب قبل ما اعمل الحشوه. هنا الحشوه بتاعتنا معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وضروري يكون فيها نسبه دهون عشان تدينا طعم حلو وريحه طبعا احلى. وهنضيف عليها بصلتين كبار مقطعين صغير جدا، ومعاها فلفل رومي برضو مقطع صغير، وطماطمايه برضو مقطع صغير جدا، وكمان عود كزبره وعود بقدونس من غير العروق بتاعتها، بس الورق بتاعها بس. ولو بتحبيها حر ممكن تضيفي قرن فلفل حر. هنضيف البهارات. هنحتاج معلقة كبيرة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والكزبرة وال7 بهارات. عندك طبعا من بهارات الحوشي حطيها، ما عندكيش خلاص مش مشكلة.
وهنبتدي نكورهم كور ونحطهم طبعا على قد اعداد الارغفه. خلاص في طبق لوحدهم. هنبتدي نفرد العجين وهنرش رشة دقيق على الرخامة وهنبتدي نفرد العجين. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نخلي الرغيف مدور، وهنفرده لا يكون لا تخين سمكه لا تخين ولا رفيع، هيكون وسط. ما شاء الله العجينة بتتفرد معايا بسهولة لان ريحتها شوية كويسين يعني. هو مجرد ما تعملي الحشوة هيكون العجينة ريحت واتفردت معاكي على طول. فانت حاولي ان انت تفردي العجينة ما ترفعهاش خالص. ده اول رغيف يا جماعة. خلاص هاخد الجزء التاني بتاعه برضو افرده. ما كترش من الدقيق يعني، ما حاولش ان انا احط دقيق كتير، هي بس رشة بسيطة كده علشان العجين ما يلزقش في النشابة. طبعا بخلي الرغيف على مقاس الصينية اللي انا هستعملها. بجيب هنا اللحمة وافردها على الرغيف، بس احسب طبعا ان ما طلعش اللحمة في الجوانب. لازم تكون اللحمة بس في منتصف الرغيف، يعني على قبل الاخر بشوية صغيرة، بحيث ان انا اللحمة بتاعتي ما تجيش على الاطراف وتبتدي ان هي تطلع من الرغيف. ابططها كده كويس بحيث ان هي برضو كلها تتفرد في قلب الرغيف، واخد الجزء التاني بتاع الرغيف وابتدي ان انا اطبقهم في بعض. بصوا يا جماعة كده بالشكل ده. لازم ولابد ان احنا نقفلها كويس علشان ما تتفتحش مننا وقت الخبز. وبعد كده هنجيب الشوكة هنعيد عليها برضو تقفيل، منها بيديها شكل كويس ومنها ان هو بيثبت التقفيل بتاعها كويس. لازم يا جماعة يتقفل كويس جدا. هنا معايا الصينية بتاعتي مسحها مسحة زيت، وهاخد الرغيف واحطه في الصينية وانغزه بالشوكة علشان الرغيف ما يتنفخش في الفرن. هدهن وش الرغيف ببيضة عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود، وادهنه دهنة كويسة بالفرشة، وطبعا رشة سمسم على حسب الرغبة. رشة سمسم تبقى على الوش، لو عندك حبة البركة مفيش مشكلة برضو رشيها عادي، مفيش خلاص عادي يعني، دي على حسب الرغبة. هنا هدخل الحواوشي بتاعي في الفرن ويكون شغال فوق وتحت على أعلى درجة حرارة. شوفولي بقى الجمال ده، من نص كيلو لحمة بس عملنا 5 أرغفة حواوشي كبار، ريحتهم تحفة ومليانة مالية البيت خير وبركة يعني. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني حتى اللحمة مستوية وطرية، ومش عايزة اقول لكم الطعم، يعني لازم تجربوه بنفسكم. شايفين الحواوشي وانا بقطعه محافظ على شكله ازاي، وفي نفس الوقت مليان من جوه، واللحمة مستوية جدا ما شاء الله عليها، وريحتها تجنن. بجد احلى حواوشي اسكندراني ممكن تجربوه. يا رب تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش. واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله، ومع السلامة.